قبل المشاهدة، المرجو منكم دعمنا بالضغط على زر لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يترقب المغاربة اليوم مباراة المنتخب المغربي في دور 16 من كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023، والتي ستجمعه بمنتخب البافانا جنوب إفريقيا بداية من الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب. ويطرحون العديد من الأسئلة حول التشكيلة التي سيدخل بها وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي في ظل المستجدات الأخيرة حول غياب بوفال وجاهزية زياش ونصير مزراوي. ومن المتوقع أن تطرأ العديد من التغييرات على التشكيلة التي دخل بها وليد الركراكي مباراة زامبيا الأخيرة. ومن المنتظر عودة غانم سايس لخط الدفاع بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لتفادي حصوله على إنذار كان سيتسبب في غيابه عن مباراة اليوم. كما من المتوقع أن يعود سليم أملاح لوسط ميدان المغرب. كما سيفاضل المدرب في خط الهجوم بين يوسف النصيري مهاجم النادي إشبيلية الإسباني والذي لم يقدم الشيء الكثير في هذه البطولة، وبين أيوب الكعبي الذي قدم أداء جيدا في مباراة زامبيا، ما جعل الكثيرين يطالبون بإشراكه أمام جنوب إفريقيا. فيما تبدو حظوظ مشاركة عبد الصمد الزلزولي مرتفعة في ظل غياب بوفال الذي انتهى المونديال الإفريقي بالنسبة إليه. ونقدم لكم متابعين الكرام ومن منظورنا الخاص التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب في مباراة اليوم. في حراسة المرمى ياسين بونو، في وسط الدفاع سيلعب غانم سايس إلى جانب نايف أكرد، وسيلعب أشرف حكيمي كظهير أيمن، بينما سيتواجد نصير مزراوي في الظهير الأيسر. في خط الوسط سيلعب الثلاثي سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي وسليم أملاح. في خط الهجوم سيتواجد حكيم زياش وعبد الصمد الزلزولي، وسيلعب يوسف النصيري كرأس حربة. هذه هي تشكيلتنا المتوقعة لمباراة اليوم. نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي وتشريف المغرب والأمازيغ والعرب في هذه البطولة والتتويج بها إن شاء الله. فرجة ممتعة